تمشي كرة ممتازة خطيرة بالراس هي والهدف الأول وهنا لا تلغى الفرصة والثاني الثالث بتاع فرجاني ولا كرة من بن رمضان يعمل كرة الفاص والهدف الثالث والحارس والجول الهدف الثالث للنصور عاشور الدولي. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مبروك المنتخب الوطني التونسي بالطبيعه. فهمتي اول ماتش 3-1 كونتر اوغندا، فهمتي ماتش عالمي برجوليه. وباش نحكي لكم اليوم بالطبيعه اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي، وخاصه المسطوري حسب الطبيب نتاع المنتخب قالك تضرب على مستوى الفم وكذا، وحسب الترويجه ودايخ شويه، هزوه حسيلو باش يعملوا الفحوصات اللازمه وكله. تو نشوفوا بالطبيعه في الفيديو هذا شنو اخر اخبار المسطوري، وبالطبيعه اخر اخبار الاعلاميين التوانسه شنو يحكيوا بالطبيعه على المنتخب التونسي، وخاصة أن بارامون مشاو فهمتي زلعوها زلعة في المغرب، الله أعلم شنو حكاو غاديك. فهمتي يا ستار تستر. لا تنسوا طبعا اللايك والاشتراك في القناة، وما تنساوش بالطبيعة تدخلوا بالطبيعة صفحة الفيسبوك علولو كورة نحكي فيها كل شيء. اوكي شباب، خلينا نشوفوا بالطبيعه الاخبار الاول. يا سيدي، بعد انتصار امس كبير منتخبنا يحقق ايجابي 10 نقاط ويصعد مركزين في تصنيف الفيفا ويصبح في المركز 39 عالميا. تصوروا من الماتش الاول اللي ربحناه من كنا 41 ولينا 39، هايله برشا. باهي الامور كل ماشيه فهمتي، خمسه وخميس علينا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ايوه باش ما فهمتي ما بداوش فهمتي نبهبروا كذا وكل شيء. راهو الماتش الاول فهمتي برشا ناس قالت اوغندا منتخب ضعيف. لا 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 خويا، فماش هذه منتخب ضعيف منتخب، لا لا كلهم قويين. بالنسبه تو للمنتخب التونسي فهمتي من النكسات اللي تعدينا والمنتخب طاح على الاخر وكذا، بالنسبه لنا احنا تو المنتخبات كلها قويه. باه هاو تصنيف الفيفا طلعنا فهمتي مركز 39. باه هنشوفوا الخبر اللي بعده. ايوا قلت لكمش اهي. باه شنو حسب تقارير مغربية سيتم ترحيل الصحفي التونسي الذي أساء إلى تنظيم كأس أفريقيا بالمغرب. تو بجاه ربي براس صميمتك، الله يرحم والديك. تو بجاه ربي أنا ماشي فهمتي، عندي مثلا صاحبي استدعاني، أنا ضيف، أنا ضيف استدعاني فهمتني. الدنيا كل سافا مريقله، كل شيء مريقل، العشاء مريقل فهمتني، دار نظيفه على الاخر، رحبوا بيا بالكدا وكذا وكل شيء مريقل. اما تبقى فهمتي بعد ما فطرنا وتعشينا بالكدا وفرحوا بيا وكذا، جابوا لي الكاستي، هاك الكاستي هذاك ناقص شويه سكر. مشيت انا بعد ما كملت من الضيافه هذيك وحسن الاستقبال وكذا، مشيت سيبت الدنيا كل ما شكرتهمش، ونبرت كان على الكاستي هذاك الصغير اللي ناقص شويه سكر، نبرت عليه فهمت. هكاك عملوا بارامون بالضبط، هكاك عملوا. صدقوني انا البرامج هذا ما نتفرج فيهم باش نكونوا واضحين. شفتوا برنامج هذا بتاع اسمه هذا ما نسميهمش انا وما حاجتيش فهمتني باش نتفرج فيهم. برنامج يقعد ساعه ونص، ما ضيعش انا من عمري ساعه ونص باش نتفرج في الشلاك هذا والمارك هذا. هاي سيدي شنو اللي صار؟ سيتم ترحيل حسب تقارير مغربية، حسب الإعلام المغربي، سيتم ترحيل الصحفي التونسي الذي أساء إلى تنظيم كأس أفريقيا بالمغرب، كما قامت قناة الحوار التونسي باستدعائه رسميا للتحقيق في إجراء تأديبي مع إنهاء اعتماده الإعلامي بشكل نهائي. عليه خويا عليه يقول كلمة خير يا أسكت. تو بجاه ربي، تو برسميمتك. الناس كل فهمتي متفقين انه المغرب فهمتي بارامون باش نظمت احسن بطولة افريقيا في التاريخ الكل، هاي في التاريخ نتاع الكؤوس الافريقية الكل فهمتني. يمكن ما نعرفش انا، يمكن تونس خير منها 2004 الله اعلم، اما تعتبر يعني والملاعب والتيرانات والارضيه وكذا وكل شيء فهمتني رقم واحد. تجي انت بابا تنبر ما ولا باس نبر، ان شاء الله ساعه اول حاجه باش طردوك من المغرب فهمتي، او هي اول حاجه. ثاني حاجه قناه الحوار التونسي ما عرفتش عاد شنو باش تعمل معاك، ماشي غاديك فهمتي باش تنقل الخبر، ما عندكش الحق تعطي رايك، ما عندكش الحق اللي تراه قولوا، ما تبداش تجيب في حاجات من راسك. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. هاي سيدي، خالد القربي تغيظني كيفاش الياس العاشوري لابس تريكو المنتخب رقم 7 والرقم هيك هو رقم يوسف مساكني. يا اخي يوسف مساكني فاش قاعد يعمل لك؟ بلا اسمعني ما نطيحوش المستوى طايح على الاخر. ترزيت في القناه الاولى، تحبوا تكملوا ترزيوني في القناه هذه، هاني يا خويا ساكت فهمتني، باش ما نقولش كلمه زايده. اما عندي سؤال برك يا اخي، يوسف مساكني فاش قاعد يعمل لك؟ هاو شنو اللي صار بيناتكم؟ فاش قاعد يعمل لك؟ انا نحب نفهم اخويا، مانيش فاهم انا. ولات الحكايه فهمتي نعرف سيدي ظاهره الحكايه. تقارن انت بيوسف المساكني في الياس العاشوري. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. خالد القربي شوف نوفل اقسم بالله، او يقسم ولا يحلف، اقسم بالله كان جا المساكني بلاصه العاشوري راهو عطاه اسيست في بلاصه البونتو، خاطر يوسف يخدم المجموعه عكس العاشوري اللي يخدم الروح ومردود ومحير لليوم.
يا اخي تو انت محلل بجاه ربي يا خويا، هني انا باش نعطي انا راي. تو انت رايك شنو؟ راي خالد القربي قال لك يوسف المساكني في بلاصه ما يماركاها يعطي اسيست، لكن العاشوري هما اناني وماركاها. احنا شو حاجتنا يا سي خالد القربي؟ لا تبدا تنطق فيا عاد ونخرج في كلام فهمتني، خرج القمه اللي فمي. حاجتنا بالربح. باهي كان عاشوري جات هذيك الاسيست وضيعها، اي عندك الحق بتنجم تقول هكاك ولا محال فهمتي، ما عندكش الحق تطلع في التلفزه جمله من عندي انا فهمتني. اما السيد ماركاها الكره مازالت ما عملتش روبون، الكره مازالت ما مستش في القاع فهمتي، طف حتى فهمتي بالاكستيريور حتى في زاويه فهمتي، في زاويه 90 مش اي جوار ينجم يعملها. الباس هذيك تتعدى 6 7 10 جوارات، نقول لك انا 95% باش يجيبوها لبرا. هو فهمتي حتى في الكاج ماركا، اش مازلت تحب اخر؟ تجي انت تو تطلع تقول اعطاه اسيس في بلاصه البونت وخاطر يوسف يخدم المجموعه عكس العاشوري اللي يخدم من روحه ومردود ومحير اليوم. تي برا عادي برا يا ولدي، واسمع بارامو ولا حكايه هذيا راهو. اسمع اي اعلامي تصوروا انا عيطوا لي تو في التلفزه يقولوا لي هي اجا اتكلم، هي اجا اطلع انت محلل، هي علول نطلع محلل، هي باهي اطلع محل. اي شنو نعمل انا باش نجيب اللي فيو وانا خايف للناس ما تفرجش فيا وخايف البرنامج تاعهم ما نجحوش كل شيء؟ نمشي نطلع مثلا نقول والله علي العابدي بهيم صدق ما يعرفش يلعب ولا ايوا ولا حنا بعل اقوى حكايه حنا بعل تحب خويا فهمتني تجيك برشا لي فيو وبرشا اعلانات والبرنامج تاعك يطلع للسماء وتعمل بوز وكذا. برا خويا يمشي يطلع سب حنا بعل في تقييم الاداء نتاعو فهمتني. راهو باهي تاخذ جيك هكا تجيك مليون فيو 2 ملايين فيو، اما صدقني العباد ما عادش تسمعك. راهو الون تيرم بعد النهار الثاني النهار الثالث الجمعه اللي بعدها الشهر اللي بعده الكان الجايه الكوب دي مود حتى واحد ما يسمعك والناس كل تسبك. 12 مليون تونسي يسبوك باهي خاطر ولات صنع على الحكايه ذي. برا خلينا فهمتني دز ركبه في جوار فهمتني في جوار باهي تو نسبه المشاهدات تطلع. تيما الله حكايه جايبينها عيب والله عيب، حرام عليكم حرام عليكم الناس الكل والله. المحللين نحكي اللي يسبوا في اللي يقزموا في الجوارات حرام عليكم والله. باهي سيدي تصريحات رجل مباراة تونس وأوغندا الياس العاشوري: أنا سعيد بالنتيجة وبالأداء الذي قدمناه اليوم وقد دخلنا البطولة بداية قوية، لم نرغب في تلقي أي هدف وأعلم أن توقعات الجمهور كبيرة وهذا جزء من كرة القدم. باهي خويا الياس العاشوري راهو الجماهير التونسية عمرها ما تظلم. هي كي تحب تسمع تحليل بالرسمي وتسمع فهمتني الرأي الصحيح اسمع خويا من الجماهير التونسية، خاطر أكثر حاجة اللي تحب تخدم على مصلحة المنتخب هي الجماهير التونسية. خويا احنا راهو مانيش ضدك، اما خويا هاكا ماركيت 2 بونتوات. سمعت شي واحد فهمتني من الجماهير قال كلمة خايبة ولا كلمة سافا با عليك؟ الناس كل تشجع فيك خويا، الناس كل وراك. مادامك خويا تقدم في الإضافة رانا كلنا وراك خويا، باش تبدا تتجعون وباش تبدا كذا وما عرفش وما نحبش نلعب على اليمين ونحب نلعب على اليسار وكذا ودرا شنو. لا خويا لا 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 تربي تحط مع الجماهير التونسية. تصور انت في بلدان اخرى كيما مصر جموع الرحمة لا راهو سبان بالبو والام وكلام زايد وتقشتيل ودرا شنو. خويا احمد ربي عندك 12 مليون تونسي وراك كهو، مش كيما مصر يبو قلب 100 مليون ولا 120 مليون. المهم ان شاء الله خويا تقدم اداء باهي ان شاء الله فهمتني، نشوفوك فهمتني ماتش نيجيريا فهمتني ان شاء الله. سامي طرابلسي ابارامون باش يهبط بخطه 3-5-2 تو نحكيو نزيدو نحكيو عليه، باش يهبط 3-5-2 وابارامون باش يحطك انت في اليسار خويا. نشوفوك شنو تقدر تعمل في نيجيريا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله خويا تقدم اداء. هاو جمهور تونسي كله وراك، هاك ماركيت 2 بونتوات وابارامون 2 بونتوات هيكم باش يدخلوك في الطرح خويا. نستناو منك الياس العاشوري، عندك دريبلوات. تفكر في ماتش الجزائر ماتش اميكال لعبنا مع الجزائر فسخت كل الجوارات، تعمل اكبر مزيه قبل لنا خويا نيجيريا فسخنا فهمتي الديفونس تاعها، مع العلم انه الديفونس تاعها راهو حاله حليله. عصام شوالي قال لك نيجيريا قويه في الاتاك وراهي تعبه في الديفونس، راهو الديفونس نتاعها والدفاع نتاعها مهشش في حاله. باهي هنشوف الخبر اللي بعده. هاي التشكيله بنسبه كبيره ستكون التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب النيجيري. باش شكون عندنا ابارامون باش يهبط يلعب ب5-3-2 نفس التشكيله اللي استعملها في المنتخب البرازيلي، بما انه نيجيريا الاتاك نتاعها قوي. على اليمين جارديان ايمن تحمام بالطبيعه، على اليمين يان فاليري، في اللاكس ديلان برو ونادر الغدري ومنتصر الطالبي باش يهبط ب3 في اللاكس، وبالطبيعه علي العابدي على اليسار. في الوسط تكون عندنا الياس صخيري، على اليمين ساسي وعلى اليسار حنا باع المجبري، وزوز في الاتاك حازم مستوري والياس العاشوري هاك خويا في الجهه اليسار. وراك شكون؟ وراك حنا باع المجبري اللي باش يعطيك الذهب، باش يعطيك خويا فهمتني
كيلوات ذهب بدهم الكور ما عمرك ما تحلم بهم، تلقاهم عند اخوك حنا باع المجبري. ورينا خويا فهمتني ان شاء الله خويا تفسخ لنا فهمتني الديفونسورات، مع انه راهو الديفونس تاعهم راهو حالته حليله. الياس العاشوري راك تنجم تفسخ جوارات، راك تنجم فهمتي دريبلي الاول والثاني والثالث فهمتي. خوك حازم مستوري من غاديكا ان شاء الله يكون حاضر. باه سيدي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. بمناسبة الكان بكل مناسبة رياضية، بالمناسبة ايوا لهنا باش نحلوا قوس صغير على قناة تونس تو بشاه ربي. مانيش عارف انا قديش تدفعوا توانسة، قديش يدفعوا فك الفاتورة نتاع الضوء هذيك، معلوم الإذاعة والتلفزة الوطنية ولا شنو، ماك تدفعوا كل شهر مبالغ وكذا. هي بابا ما تنجموش تشريوا حقوق البث؟ عيب والله عيب والله. الناس كل معناها فهمتني لازمك تشري ابونمون، الناس كل عندها هي فلوس تاع البين سبورت. اشريوا على الاقل حق الماتشوات نتاعنا كهو، مش لازم خويا تشريوا البطوله كلها، مش لازم حق الماتشوات نتاعنا على الاقل في الارضيه. ما نجمتوش يا اخي خبيوا الفلوس، خبي لا ما نصرفش، ما تخرجش الفرنك ما يخرجش، خبي الفلوس خبي لم خبي فهمتني. وشكون فهمتك الزوالي فهمتني عنده رب. باه هذا قوس وسكرناه. فغنشوفوا الخبر اللي بعده. بصراحه خالد القربي محلل ممتاز ويستحق مكان في برنامج صاحبي بكار يليق بمك. ايوا هي هذاك هو فوله كيفاش فرده ولقات اخته ولا شنو، عنده الحق يكون مع برنامج صاحبي بكار. باه سيد زاد هذا فهمتي فهمي برهومي قال كيان فاليري ضعيف ما عندوش بلاصه في المنتخب. فهمت صاحبي؟ فهمي برهومي شنو يقول لك؟ قال كيان فاليري ضعيف وما عندوش بلاصه في المنتخب. هي ايجي انت في بلاصتو خير، ايجي انت خلينا نقول كلمه زايده، ايجي انت في بلاصتو خير يا والله حوال. باه يا سيدي حنا باع المجبري امام موغندا. اش عمل حنا باع المجبري؟ تمريره حاسمه، 4 فرص مصنوعه، 69 لمسه، 2 مراوغتان ناجحتان، 3 عرضيات ناجحه، قداش 37 على 44 تمريره صحيحه 84%، 3 على 4 كرات طويله دقيقه 75%، تسديدتان، 7 افتكاكات الكرة، 3 التحامات أرضية، أداء متكامل. ويؤكد الحضور القوي حنا باع خويا 5 وخميس عليه هذاك، ولا خويا حنا باع المجبري ولا ركيزة من ركائز المنتخب، وهو باش يكون القائد وعنده مستقبل كبير في المنتخب التونسي. وبارامون برجولية بكونوا واضحين. ما عندناش جوار كيما جوار هو في تاريخ المنتخب الكل. الله اعلم، انا وقت قبل ما نتولد فما جوار خير منه ولا الله اعلم. اما خويا بالنسبه لي انا حنا باع المجبري احسن جوار في المنتخب الوطني في تاريخ المنتخب الوطني التونسي. سيناريوهات مواجهه المنتخب التونسي في الدور الثاني. شنو باش يصير كان باش ترشحوا؟ في حال ترشح المنتخب التونسي اذا ترشح في المركز الاول سيواجه صاحب المركز الثالث من احدى المجموعات. يعني كل ما تترشح في رتبه مرتفعه بعد تسهل عليك اللعبه. سيواجه من احدى المجموعات A B F. المجموعة يا اما زامبيا ومالي او جزر القمر، البي زيمبابوي انغولا، الاف الغابون والموزمبيق. اذا ترشح في المركز الثاني حسيلوها قدامكم فهمتني كيفاش السيناريوهات اللي المنتخب الوطني التونسي كان يترشح مع شكون باش يواجه. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوا نكران جميل راهو مرض وما شنو ما كيتشافش والله اعلم، ما نعرفش حسيلو ابرامو. انا راني ما تفرجتش فيه والله صدقوني، ما نتفرجش انا في الحثاله هذا، ما نتفرجش فيهم. اكتبوا لي في التعليقات شنو قال السيد هذا فهمتني. ابارامون جاي يقول صح قال سداف فهمتني على التنظيم تاع المغرب. تعرفوني انا راهو عندي مشاكل مع المغرب، وحتى في الشان الاخرى اللي تسكرت فهمتني حكيت برشا على المغرب كيفاش يتمنيكوا علينا واحنا نتمنيكوا عليهم كذا. المهم لكن نقول الحقيقه، ومن تربيتي انا ما تسمحليش انه واحد هكا يضيفني نجي انا ننبر عليه. هذه تربيتي ما تسمحليش. بابا كان يضربني تعرفش معناها يضربني وقت اللي انا واحد يفرح بيا نجي انا نبر عليه على اقل حاجه، وما نشكروش في الحاجات الكل اللي عملهم الكل، ونبر عليه على اقل حاجه هكا ناكل تريحه صافا هكا. برا خويا تربى بعد مشد الصحافه وشد الاعلام يا والله حوال فضحنا، الله يفضحك ربي ان شاء الله. يا سيدي نتذكر جميعا ذلك الفتى حنا باع المجبري الذي انضم لكتيبه نصور قرطاج وهو في عمر صغير حامل معه امالا كبيره. تفكروا وقت اللي قلنا احنا تفكروا حنا باع كان يهبط كان في البنك وقتها مع منذر الكبير وناس نبروا عليه لا جوار عادي جوار كذا ما عنده وين يوصل كذا. هاي شوفوه تو يا الاعلام العار يا اللي عملتوا العار. نبرتوا عليه وقت اللي هو كان مع منذر الكبير فهمتوا، حتى وصل حتى ما يلعبش ما عيطولوش المنتخب الوطني اول ما بدا اول ما طلع. لا حول ولا قوه الا بالله. وكاو برا هوك سكت لكم فهمكم الناس كل.
خويا حنبال سكر وزنيك وسكر وغمض عينيك وما تسمعش للماركة ذوما، والحمد لله ربي انك ما تفهمش برشا بالتونسي، احسن لك والله نعمة من عند ربي باش ما تسمعش الماركة ذوما. نشوفوا الخبر اللي بعده. الحضور